سمعت زوجتي بتتكلم مع واحدة في الشقة، ولما ركزت في الكلام اللي بيتقال فهمت اللي بتكلمها دي جارتني لتحت. حاجة كده خلتني أوضب هدومي بسرعة وأفتح باب أوضة النوم وأخرج على إن أنا خارج ومعدي على ريسبشن، وبالصدفة شفتهم وعملت نفسي إن أنا أحرجت، فلقيت زوجتي بتقول لي تعالى أعرفك على جارتنا مدام تاليا. مديت إيدي وسلمت عليها، ولقيت نفس الدفى اللي أنا حسيته معاها قبل كده في الأسانسير. سلمت عليها ورحبت بيها وسبتهم واستأذنت، وأنا عامل نفسي محرج إن أنا دخلت على 2 ستات وسبتهم وهما بيتكلموا، وسمعتها بتقول لمراتي لأ، أنا بشرتي بستعمل لها حاجة تانية. سويت إيه اللي أنت بتستعمليه لوشك؟ السويت ده بيعمل كرمشة في الجلد، البشرة، وبعد مدة بتلاقيه جلد بشرتك سقط. انت عليكي يا اما بالشفره يا اما بالليزر، اي حاجه منهم قريبه ليكي واسهل ليكي. انا لقيت نفسي بضحك وبقول يعني هم هيكلموا بايه غير كده، وسبتهم براحتهم ورجعت اوضتي. والدنيا على كده ما انتهتش، لان انا لقيت تاني يوم جايلي طلب صداقه من مدام داليا على الفيس. قبلت طلب الصداقه وفجاه لقيتها دخلت على الخاص وبتكلمني وبتقول لي ايه احوال الجواز؟ قلت لها كويس. قالت لي مبسوط؟ قلت لها كويس الحمد لله. قالت لي انا حاسه ان انت ناقصك حاجات. على العموم انا مش بعيده عنك، ده انا الشقه اللي تحت. انا ضحكت، عملت ان انا مكسوف، بس انا سعيد بالكلام ده مش عارف ليه. وبعدين لقيتها بتبعت لي صور ليها وهي بهدوم النوم، صور اخجلتني، بس كنت سعيد وانا بتفرج عليها، ما كنتش برد عليها. وهي كانت دايما بتبعت لي يوميا حاجات تحاول ان هي تشد انتباهي، لغايه ما في يوم كنت راجع الشقه وانا طالع على السلم لسه وكل الاسانسير عطلان، مريت على الشقه بتاعت داليا، لقيتها فاتحه باب الشقه وكانها عارفه ميعاد رجوعي. واول ما جيت اقرب من الباب شدتني ودخلت بيا الشقه جوه، وانا مفزوع مش عارف مين اللي معاها في الشقه. قالت لي ما تخافش، جوزي مش موجود ومحدش من الاولاد موجودين. دخلت ولقيتها لابسه روب تحتيه قميص شفاف، بقيت مش عارف هي عايزه ايه. اول ما دخلت قلعت القروب بدات تقرب مني وقالت له انا جوزي اكبر مني ب 18 سنه، وولادي دايما في النادي بيغيبوا عني كتير، وانا دايما لوحدي، وانا لما شفت مراتك